هي عبارة عن نوع من أنواع الإدمان بالنسبة للعقل. بمعنى إيه؟ هنشرحها واحدة واحدة. صباح الخير على كل حبايب الجمال. النهارده انا حبينا نتكلم في موضوع انا شايفه موضوع مهم جدا. الموضوع دون عن عادات الاكل في مصر. احنا بسم الله ما شاء الله عندنا اراضي زراعيه كتير، ناس شاطره في المجال وبيطلعوا خضروات. انا من هنا من السويد بشتغل على البطاطس المصريه. افخم انواع البطاطس اللي بشتغل عليها هي البطاطس المصريه، البطاطس الكولر الصغيره. طيب والجزر بيجي مجمد والبصل بيجي مجمد والكلام ده كله. بس احنا عايزين نتكلم النهارده على قضيه مهمه جدا، وهي قضيه الاطفال وطريقه اكلهم. بمعنى ايه؟ ان احنا عندنا في مصر بندي للاولاد شيبسي، بندي للاولاد انزل هات لك حاجه حلوه، كل ما الولد يزعل فخد حاجه حلوه، كل ما الولد يزعل طب انزل هات لك شيبسي. طيب ما الحاجات دي كلها فيها مواد حافظه. المواد الحافظه دي بتبقى متواجد فيها امنه. الامنه دي هي عباره عن نوع من انواع الادمان بالنسبه للعقل. بمعنى ايه؟ هنشرحها واحده واحده. انا مثلا اديت لابني اوست كروك او كاراتيه. الكاراتيه انا استحاله اقدر اخد منه الكيس، يعني انا استحاله مهما كنت عندي كنترول او الكلام ده كله مش هقدر اخد منه الكيس، لان هو في سديم تاني. يعني هو لما بياخد الحاجه دي وبياكلها هو مش في الكون بتاعنا، هو في سديم تاني. المواد الحافظه اشتغلت، العقل ابتدى يشتغل عليها، حصل له نوع من انواع الادمان. فالعقل بترجمها عنده ان دي حاجه سريعه بتجيلي، بدل ما انا اشغل اجهزه الجسم ويبتدي ان انا اتفاعل بيه واشتغل المخ يدي الاوردر للاعضاء انا محتاج الحاجه الفلانيه دي، فاقدر استخلصها عن طريق طبيعي، عن طريق الخضروات، عن طريق جزر، عن طريق خيار، عن طريق لا انا اديتها له مواد حافظه. اتفضل يا فندم ما تشتغلش انت، خلاص تمام. ايه اللي بيحصل؟ خلاص انا جات لي الوظيفه، يعني جالي الراتب من غير ما اقوم بشغل. هل انا انسان غبي عشان اقوم بالشغل واتعب نفسي عشان اخد الراتب بتاعي؟ طب ما هو بيجي لي في البوست، يبقى انا مش محتاج ان انا اتعب عليه. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان المواد الحافظه بتخش في جسم الطفل، بتبتدي تخلق نوع خمول في المخ، ده اول نوع. ثانيا بتخلق نوع من انواع الادمان لطعم الماده الحافظه دي. فانا هنا عندي حاجتين حصلوا، ان المخ تكاسل في اداء الوظيفه فما شغلش الاجهزه. تاني حاجه الماده الحافظه دي خلقت عندي بعد الادمان ده بالنسبه للطفل، لان المخ بيشتغل على ميكانيزم ان انا عايز الحاجه، فهي الحاجه دي بتجيلي جاهزه فبرتاح، يا اما عندي نقص منها في الجسم فابتدي اشغل الحواس. لا انا نفسي في البطاطس، لا ده انا نفسي في الملوخيه، لا والله انا نفسي اكل عنب. ليه؟ القلب مش شغال، في سيوله في الدم ناقصه. طيب اديله عنب او بطيخ، خلاص هيعلي الموضوع معايا فهيسيل الدم فاقدر اشتغل. انما لو جيت اديته برشامه سيوله هو مش هيحتاج العنب في شيء. فهنا بنتكلم على القضيتين. القضيه الاولى ان ميكانيزم المخ ذات نفسه بيحصل له نوع من انواع الخمول. ثانيا ان المواد الحافظه اللي بتخش في جسم الانسان او في جسم الطفل او في جسم الشاب دي بتعمل كوارث.